سلامك هيترد عليه. طول ما انت عايش في رعب وطول ما انت عايش في خوف، مردود الرعب والخوف مش هيعود عليك لوحدك، هيعود عليك وعلى اللي معاك في المجتمع. تيجي نختمها. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يا 3 مرات بنفي كمال الإيمان، مش الإيمان، ركز أصل دي عايزة خطبة لوحدها. نفي كمال الإيمان وليس نفي الإيمان. والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمه. يعني ايه بالبلدي عشان ابويا الحاج يفهمني؟ يعني انا عايز اعيش في امن وامان، لازم جاري يعيش في امن وامان. طول ما جاري عايش ومش خايف مني ومش خايف من مردود عكسي مني ومطمن مني، هيبقى المنطقة كلها عايشة في أمن وأمان. ده الرسول نفى كمال الإيمان عن الجار اللي نايم وجاره خايف منه. تخيل إن إيمانك ينقص علشان جارك نايم وهو خايف منك، عشان انت عملت نفسك انك دخلت الرعب في قلبه. يا خايب، طول ما غيرك عايش في سلم فأنت في سلم، طول ما غيرك عايش في أمن فأنت في أمن، طول ما المجتمع اللي حواليك عايش في سلام فأنت في سلام. من هنا يا سادة، هيا بنا نبدأ بالطاقة الإيجابية زي ما بيقولوا. نعمل إيه في الطاقة الإيجابية؟ ننشرها في المجتمع، نقابل بعضنا بوجه فيه ابتسامة، نحاول نعفو عن الكثير والقليل، نحاول أن نعفو عن أخطاء وزلات الغير، نحاول ألا نسيء الظن بالغير حتى يحسن الغير الظن بنا. يقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه أنتم موقنين بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، أو كما قال: استغفروه يغفر لكم.